أهلا بيكم ركاب أتوبيس 6. احنا دلوقتي في محطة شيزلونج مع وفاء نور الدين. بيتكلم عن أهمية الطب النفسي في حياتنا وازاي نقدر نتعايش مع أمراض اللي بتقابلنا. فاصل صغير ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. احنا دلوقتي في محطة شيزلونج مع وفاء نور الدين. برنامجنا مختلف شوية وهو يتكلم عن الطب النفسي، اهو الدكتور المجانين كده زي ما في دماغنا. انا بقى يا سيدي جاي اشيل الفكرة دي واقولك ان ده حاجة مهمة انك تعرف عنه حبة معلومات بسيطة كده عن كم مرض نفسي ممكن يكون عندك وانت ما تعرفش هيقابلك وما تعرفش تتعامل معاه، زي الفريجولي كده. شوف استغربت ازاي؟ اهو الفريجولي ده مش حالة نفسية عادية، ده مرض مشبه بقصة رعب بس حقيقية شوية. وهم الفريجولي او متلازمة الفريجولي وهي انك تشوف الناس كلها شبه بعض. تخيل فجأة نازل شغلك، نازل مدرستك، نازل جامعتك، وتشوف البواب والبقال كلهم شكل واحد. جنان بقى فعلا. المهم ان اسم الفريجولي ده خدناه من ممثل ايطالي. الممثل الايطالي كان بيتميز ان هو بيغير شكله على المسرح بطريقة انت حتى ما تاخدش بالك منها، فقالوا احنا هنسميه باسمه الفريجولي. واول حالة تعرفت عن المرض ده كانت سنة 1927. كانت بنت في لندن عندها 27 سنة، بدأ يظهر عندها أعراض زي الهلوسة، فقدان الذاكرة، ما تعرفش تتحكم في نفسها، نوبات عن الصرع. كل ده اتشخص من أعراض متلازمة الفريجولي أو وهم الفريجولي. وأسباب إن يجيلك المرض ده هو إصابة الدماغ الرضية، وكان ليه علاج بس كان ليه آثار جانبية زي الصرع والهلوسة. فالدكاترة قالوا لأ، ده كده بقى احنا كده بنعالج ولا بنبوظ؟ فاضطروا ان هما يخلوا علاجه عن مضادات الاكتئاب، ده غير طبعا العلاج النفسي والعلاج الاسري. اصل زي ما بقولك كده ان مفيش علاج واحد طلع لغاية دلوقتي مخصص للمرض ده، وده كان مرض نادر حبتين، يمكن اول مرة تسمع عنه. انا كده خلصت حلقة النهاردة، استنوا الحلقة الجاية في محطة شيزلونج مع وفاء نور الدين.